السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله روتين في المطبخ، هنجهّز مع بعض شوية حاجات هتسهّل علينا كتير، وكمان هنعمل مع بعض الغدا، أكلة سهلة وسريعة وكمان موفّرة. هنحضّر كمان مع بعض الحلو، بنعتمده طبعًا دايمًا في رمضان. تابعي بقى معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله يعجبِك وتستفيدي منه ولو فكرة واحدة وتنفّذيها إن شاء الله. ما تنسيش بقى كده لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعّلي الجرس عشان يوصلِك إشعار بأي فيديو جديد. وبدأت كده أول حاجة كان عندي شوية بلح أو كمية كده من البلح كانت متبقية عندي من رمضان، وكانوا كده كذا نوع، يعني نوع كده التمر العادي ونوع كمان كان بلح أسود. كل ده كده كنت محتفظة بيه في الفريزر، طلعتهم كده وبعدين نضفته أو شلت كده منه أي نوى، وأخدت بقى الكمية دي كده كلها وحطيتها بقى في حلة، وبعدين هضيف للكمية دي كده حوالي كوباية من المية. والكمية دي كانت كبيرة يعني ما شاء الله، لو عندِك بقى كمية أقل ممكن تضيفي لها كده حوالي نُص كوباية مَيّة، وبارفعهم على النار تكون كده نار هادية جدًا، باسيبه كده بس باتابعه بقى من وقت للتاني، يا دوب كده بعد ربع ساعة أو 10 دقايق بتلاقيه كده بقى طري وبقى كده سهل عليكِ إنِّك تهرسيه بسهولة. يعني أنا كنت كده بضهر المعلقة باضغط عليه كانت بيتهرس معايا بسهولة، يعني زي ما شايفين كده، ويا دوب كده لمّا ألاقيه خلاص بقى طري كده وبيتهرس معانا بسهولة، أنا خلاص باقفل كده عليه النار. لو حابة بقى تسيبيه على النار وقت أكتر لحد كده ما لونه يغمق أكتر زي ما تحبي، أنا استكفيت كده بالمرحلة دي، كده بيكون البلح اتحول معانا لعجوة. طبعًا بقى هتنفعنا في حاجات كتير أوي، كمان هتنفعنا في رمضان، بنستخدمها في وصفات كتير أوي، ممكن تعملي بيها الكنافة أو كمان نعمل منها عصير تمر. ممكن كمان بقى ندخّلها في المعجنات، طبعًا استخدامات العجوة كتير أوي، كمان نعمل منها كحك العيد إن شاء الله، يعني بجد هتوفّر علينا وهتسهّل علينا كتير. لو عندِك بقى أي نوع بلح ينفع أوي في الطريقة دي وتحوّليه كده لعجوة بسهولة، عبّيته بقى كده في العلب دي، كان عندي كمان كمية من العلب وكان فيها طبعًا حلاوة، باعمل لها كده إعادة تدوير وباستخدمها بقى كده في حاجات تانية، طبعًا هتنفعنا كتير. زي ما شايفين كده حطيت كده في كل علبة كمية من العجوة، وزي ما إحنا شايفين كده قوامها تحفة جدًا، زي العجوة كده اللي بنشتريها جاهزة من برّه، بس طبعًا دي كده نضيفة جدًا وعارفين طبعًا إحنا منضفين البلح إزاي. باغطي بقى العلب دي كده وباحتفظ بيها بقى في الفريزر، لمّا أحتاج بقى أعمل بيها وصفة باطلّع بقى علبة وباستخدمها. وندخل بقى هنا على الغدا، هنعمل مع بعض أكلة بجد تحفة جدًا، كمان سهلة كده وسريعة وموفّرة. جِبت البطاطس دي حجمها كده صغير جدًا، بس بجد كانت جميلة أوي، وكمان سعرها كانت رخيصة. أخدتها كده وغسلتها الأول، بعدين حطيتها كده في حلة، وكمان كنت جايبة بنجر هاسلق منه كده 2 وغسلته برضه الأول. والحلة التالتة دي بقى هنحط كده فيها بيض، وهنضيف بقى عليهم كده كلّهم مَيّة، هنسلقهم طبعًا، دي كده أول حاجة بدأت بيها. هنرفعهم بقى على النار وهنسيبهم لحد ما يتسلقوا معانا. وبنلاقي البطاطس استوت لمّا بنضغط عليها كده بالشوكة، نلاقي الشوكة دخلت كده فيها بسهولة، والبنجر برضه كمان، يبقى كده استووا معانا. بنطفي بقى عليهم النار وخلاص بنصفّيهم من أي مَيّة، ونيجي بقى هنا هنحضّر معانا العدس أو الرز بالعدس أو الكشري زي ما بنسميه. وأنا هنا استخدمت كوبايتين من الرز، حطيت عليهم كوباية من العدس، يعني كمية الرز بتكون ضعف كمية العدس. غسلتهم طبعًا الأول كويس جدًا، وبعدين جِبت حلة على النار ضِفت فيها مكعب من الزبدة أو معلقة سمنة، معاها كده شوية صغيرين من الزيت، وبانزل عليهم بقى بالرز والعدس اللي غسلناهم كويس جدًا وحطيناهم كده في مصفى يتصفّوا. بانزل عليهم كده الأول باشوّحهم كويس جدًا، بعدين بقى باضيف الملح وشوية صغيرين من الفلفل الأسود والكمون، شوية كمان من الكركم، باشوّحهم كده كويس جدًا، وبعدين بقى باضيف المَيّة، ضِفت كده حوالي كوبايتين ونُص من المَيّة، وباسيب بقى كده الرز لحد ما يتشرّب المَيّة بتاعته، وبعدين بقى بنهدّي عليه النار لحد ما يستوي. في الوقت ده بقى خلاص كانت البطاطس طبعًا والبيض والبنجر كمان اتسلقوا، قشّرتهم زي ما إحنا شايفين كده. بعدين هاعمل بقى كده سلطة بنجر بسيطة جدًا، جِبت كده البنجر قطّعته كده لمكعبات كده صغيّرة، هاضيف بقى عليه كده شوية صغيّرين من الملح والفلفل الأسود، شوية كمان كده صغيّرين من الكمون، وفي الآخر كده ضِفت معلقة صغيّرة من الخل، حطيت كمان رشّة من الزيت، وبتكون كده سلطة البنجر معانا جاهزة. وبنقدّمها بقى مع أي أكل، وطبعًا كُلّنا عارفين قيمتها الغذائية وفوايد البنجر العالية، فلازم كده من وقت للتاني نعملها وندخّلها كده في الأكلات.
هناخد بقى كده البطاطس والبيض وهنبدأ ان احنا نحمرهم في شوية كده صغيرين من الزيت. وبجد البطاطس دي هتطلع معاكي تحفة جدا، يعني لو لقيتيها كده حجمها صغير جيبيها واعملي بيها الأكلة دي، هتطلع بجد معاكي تحفة جدا. وهنا خلاص كان الرز قرب يستوي معانا، هديت عليه النار وسبته بقى لحد ما يكمل سوا. مش بياخد طبعا وقت كتير، يعني بجد الأكلة دي مش هتاخد معاكي وقت خالص وبجد هتكون تحفة جدا. وبنقلب كده بقى في البطاطس عشان تاخد كده لون حلو. بعدين بقى بنطلعها وهنحمر بقى باقي الكمية، وكمان البيض هنديله برضو كده لون حلو. وهنا بقى عشان كده الأكلة تكمل معانا قطعت كده شوية من الطماطم، عملت لهم كده دقة. جبت شوية من الثوم المفرومين حطيت عليهم معلقة صغيرة من هريسة الشطة، بعدين حطيت عليهم خل وكمون وكزبرة وملح، وكده بتكون معانا دقة جاهزة. بنضيفها بقى كده على الطماطم وبتبقى بجد جميلة جدا، بتقدميها بقى مع الأكلة دي. وبكده الأكل يكون جاهز معانا، قدمناه بالشكل ده. والبيض والبطاطس قدمناهم كده مع الرز، وكانت الأكلة ما شاء الله تحفة جدا. وده كده كان غدانا للنهاردة، أتمنى يكون عجبكم. وندخل بقى على الحلو. طبعا الحلو ده بنعتمده كتير في رمضان إن شاء الله. جبت حلة وحطيت فيها كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية، هرفعهم على النار لحد كده ما يغلوا غلوة أو غلوتين، وبعدين بقى بنقفل عليه النار. حضرت بقى طبق تاني حطيت فيه نص كيلو من الكنافة، دول كده كنت شايلاهم في الفريزر. بطلعهم الأول وبكسرهم بالشكل ده، ولازم الخطوة دي تعمليها عشان تطلع معاكي الكنافة ناجحة جدا وتكون بالشكل ده. هضيف عليهم كوباية من السمنة أو كوباية من الزبدة، وبعدين هنقلبها كده كويس مع الكنافة، يعني نص كيلو الكنافة بياخد كوباية من السمنة أو الزبدة. لازم كده تقلبيها كويس مع الكنافة لحد ما تشربها كويس جدا. بعدين بنجيب كده صينية دهناها بشوية من الزيت أو السمنة، وبنضيف كده فيها الكنافة وبنضغط عليها كده عشان نسويها كده كويس. وفي الوقت ده بقى لو حابة كده تحشي الكنافة بتحطي كده نص كمية الكنافة في الصينية، وبعدين بتحطي كده الحشوة في النص، وبعدين بقى بتحطي كده باقي كمية الكنافة. بتسويها بقى كده كويس وبندخلها الفرن، فرن كده يكون درجة الحرارة 200. بنحطه كده على الشبكة، ولما تاخد كده لون من الجوانب بنبدأ بقى نشغل عليها الشواية. وهنا بقى كان خلاص السيرب جاهز معايا، يا دوب كده بسيبه يغلي غلوة أو غلوتين وبقفل عليه النار، بسيبه كده بقى يهدى أو يبرد. الكنافة بقى بنطلعها بتبقى سخنة، بنضيف بقى عليها السيرب أو العسل. بتكون الكنافة سخنة وبيكون العسل أو السيرب بارد كده أو دافي، وبنضيف بقى كده كمية العسل أو السيرب دي مظبوطة كده جدا على كمية الكنافة دي. بنلاقيها كده اتشربت العسل، ولو حباها بقى تكون طرية معاكي بتغطيها طبعا شوية، وبنقلبها بقى بالشكل ده كده للتقديم. بسيبها بقى كده تبرد الأول، بعدين بزينها كده بوردات من الكريم شانتيه، بتديها شكل حلو كمان طعم كمان أحلى، وبتبقى شكلها كده حلو قوي في عزومات رمضان طبعا. وممكن كمان نضيف لها طبقة من الكريم شانتيه وكمان طبقة كده من المانجا أو قطع كده من المانجا، هتبقى برضو تحفة جدا. أفكار كتير بقى كده للتقديم. حطيت بقى كمان عليها شوية كده من الفستق الكداب، تديها كده شكل حلو. حطيت كمان عليها كده وحدات من البندق، وبتكون كده جاهزة معانا الكنافة. وبجد كانت تحفة جدا، طعمها كان حلو قوي. وهنقطع كده كمان منها قطعة. طبعا هي كانت لسه طبعا سخنة شوية أو دافية، كل طبعا ما بتسيبيها بقى كده تبرد هتطلع معاكي القطعة كده متماسكة أكتر. وكانت بجد تحفة جدا، كريسبي كده من بره وطرية كده من جوه، يعني بجد كمان أحلى من اللي بتشتريها كده جاهزة من بره. تحفة جدا، ما أخدتش معانا كمان وقت في تحضيرها، بجد من الحلويات كمان السهلة السريعة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. حضرنا مع بعض الغدا وكمان عملنا الحلو، كمان عملنا العجوة وهنشيلها كده وهتنفعنا كتير رمضان إن شاء الله. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد، واستنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله ووصفات جديدة، وأسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.